بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هنجد مناسك الحج متمتع خطوة بخطوة، وفي صندوق الوصف تحت هسيب رابط في ملف PDF فيه 4 ورقات مناسك الحج والعمرة اللي يحب يطبعها على ورق وياخدها معاه أثناء فترة الحج. هسيب برضو رابط موقع مناسك الحج والعمرة اللي يحب يقراها من الموقع الأساسي. وهذا الفيديو أنا مش مفعل عليه الأرباح عشان ما يظهرش عليه إعلانات، وإذا ظهر لا قدر الله أي إعلانات أرجو أن تتخطوها بسرعة، ويوفقنا الله جميعا لأداء مناسك الحج والعمرة على خير وجه كما يحب ويرضى. وأرجو من الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سورة الحج الآية 27. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعليم مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة. الحج متمتع وهو الأفضل لمن يسوق الهدي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نسك المتمتع وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها بطواف وسعي وتقصير. فإذا كان يوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج من المكان الذي هو فيه، وخرج إلى المشاعر وأتم الحج وعليه الهدي. فإن لم يجد فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. الميقات. إذا عزمت أخي الحج على أداء المناسك الحج أو العمرة يجب عليك الإحرام والنية بالنسك، سواء كانت عمرة أو حج، والحج إما متمتع أو قارن أو مفرد من أحد المواقيت التالية. ميقات أهل المغرب ومصر والشام هي الجحفة، تبعد 183 كيلو متر عن مكة وبالقرب من مدينة رابغ. ناس تحرم من رابغ. ميقات أهل الشام الجحفة والناس تحرم من رابغ. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ويسمى اليوم أبيار علي. ميقات أهل نجد قرن المنازل ويسمى اليوم السيل الكبير. ميقات أهل اليمن يلملم والناس تحرم من السعدية. ميقات أهل العراق ذات عرق. ميقات أهل مكة ذات عرق يحرمون منها للحج. ميقات أهل مكة التنعيم يحرمون منها للعمرة. ميقات أهل جدة يحرمون منها. ومن تجاوز الميقات متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليه والإحرام منه، وإلا فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها. والمسافر جوا بالطائرة أو بحرا بالسفينة فقائد الطائرة وربان السفينة هم اللذان يعلنان عن مرورهما بمحاذاة الميقات، ليستعد الحجاج بلبس ملابس الإحرام وقول نية النسك، سواء كانت عمرة أو حج، والحج نسكه متمتع أو قارن أو مفرد. ولا بأس للحاج المسافر جوا أو بحرا إذا خرج من بيته بملابس الإحرام وينوي بالنسك ويشرع بالتلبية عندما يعلم بمحاذاة الميقات، سواء كان من قائد الطائرة أو من قبطان السفينة. الإحرام. التطهر والاغتسال ويتطيب البدن فقط ولبس ملابس الإحرام.
الإزار والرداء للرجال، والمرأة تلبس كامل ملابسها غير متبرجة بزينة، وتصلي الفريضة أو ركعتان سنة الوضوء، وبذلك تدخل في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام: بعد الإحرام من الميقات يحرم على الحاج والمعتمر ما يلي: 1. إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، لكن إذا سقط شيء منها بدون قصد، أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. 2. لا يجوز للمحرم التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي مسه قبل إحرامه في بدنه، أما في ثوبه لا بد من غسل. 3. لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية والشماغ والغطرة والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه. 4. لا يجوز للمحرم لبس المخيط على الجسم كله أو بعضه كالثوب والقميص والبرنس والسروال ولبس الخفين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السروال، ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك. 5. لا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، والجماع ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب النساء، رواه مسلم. بمعنى لا يتزوج المحرم ولا يزوج ولا يخطب النساء. لا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين في يدها، ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها عند ذلك ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. 7. لا يجوز للمسلم محرما كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها. يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك داخل حدود الحرم، والمحرم لا يجوز له فعل ذلك داخل وخارج حدود الحرم. يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان. يجوز للمحرم لبس الخاتم والساعة وسماعة الأذن ونظارة العين والحزام والقمر والنعلين، الاستظلال بالشمسية، الاستظلال بسقف السيارة وتضميد الجروح، غسل الرأس والبدن، وإن سقط شعر بدون قصد فلا شيء عليه، حمل المتاع والفراش على رأسه، وتغيير ملابس الإحرام وتنظيفها. النية بالنسك عمرة أو حج، والحج إما متمتع أو قارن أو مفرد. ولنسك الحج المتمتع تنوي الإحرام بالعمرة قائلا: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أو يقول المتمتع: لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقول: لبيك عمرة
أو لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج مرة واحدة فقط. أما التلبية من أول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يداوم عليها بعد النية. يقول الحاج القارن لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول الحاج المفرد لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول المعتمر لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا كان الحاج خائفا من مانع يمنعه من إتمام نسكه شرع له أن يشترط فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن لم يقف من مانع يمنعه من إتمام نسكه يشرع له الاشتراط. التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجهر بالتلبية الرجال دون النساء وأكثر منها حتى تصل إلى مكة وتشرع في الطواف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ملحوظة: التلبية في العمرة من الإحرام حتى تصل إلى مكة وتشرع في الطواف. في الحج من الإحرام حتى رمي جمرة العقبة صباح يوم العاشر من ذي الحجة. الدخول إلى المسجد الحرام: تدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الطواف: قبل الطواف اقطع التلبية ثم اظهر كتفك الأيمن وراء الضباع واتجه للحجر الأسود لتبدأ الطواف منه، فإن تيسر لك تقبيله دون زحام فافعل أو استلمه بيدك، وإن لم يتيسر فأشر إليه من بعيد باليد اليمنى وقل بسم الله الله أكبر وابدأ الطواف. ده رسم تخطيطي يبين الكعبة ويبين كيفية الطواف حول الكعبة. هنا زي ما احنا بنشوفه دلوقتي ده الحجر الأسود، وهنا هتلاقي الركن اللي قبل الحجر الأسود الركن اليماني، بيبقى عبارة عن قطعة من الحجر كده لونها بني فاتح، هتلاقيها في الركن اللي قبل ركن الحجر الأسود. حجر إسماعيل: طبعا الطواف بيبقى من بره حجر إسماعيل. مقام إبراهيم: هنا مقام إبراهيم، والمفروض من الركن اليماني من أول ما تيجي مقابل الركن اليماني إلى الحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويبقى البيت على يسارك وانت بتطوف السبع أشواط، وجنب الحجر الأسود على طول هتلاقي باب الكعبة، وقل بسم الله الله أكبر وابدأ الطواف، واجعل البيت على يسارك وانشغل بذكر الله والدعاء والاستغفار. الطواف 7 أشواط، ويسن في طواف القدوم الرمل، والرمل هو أن تسرع المشي مع مقاربة الخطى في ال3 أشواط الأولى، وال4 أشواط الأخرى مشي عادي. فإن لم يتيسر لك الرمل لشدة الزحام سقط عنك. فإذا وصلت الركن اليماني وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود فاستلمه بيدك دون تقبيل إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه من بعيد واكمل الطواف.
يعني معنى صح مالكش دعوة بيه خالص. ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعندما تقابل الحجر الأسود تكون نهاية الشوط السابق وبداية الشوط التالي. ارفع يدك اليمنى مشيرا للحجر الأسود وقل الله أكبر. وافعل في كل شوط ما تقدم. وبعد الانتهاء من الطواف أعد رداءك على كتفك. الاستغفار والذكر والدعاء. ويجب الطواف وأنت متوضئ، لأن الطواف مثل الصلاة، فيجب أن تكون وأنت بتطوف حوالين الكعبة أنت متوضئ. يبقى بعد ما تطوف السبع أشواط هتيجي خلف مقام إبراهيم وتصلي ركعتين. يبقى الكعبة وبعدين مقام إبراهيم، وبعدين أنت يسر عرفت تقف خلف مقام إبراهيم وتصلي ركعتين وكان به. ما عرفتش كان في زحام، وطبعا هيبقى في زحام خصوصا في الحج ومش هتعرف، فارجع ورا. ممكن ترجع ورا خالص او تصلي في اي مكان في مسجد، او ممكن ترجع ورا خالص لحد ما يبقى مقام ابراهيم قصادك، وتبص من بعيد كده تلاقي مقام ابراهيم قصادك والكعبة وتصلي عشان تبقى مخالف مقام ابراهيم. اعمل كده، ده اللي انا عملته. ارجع ورا خالص، خلي قدامك مقام ابراهيم والكعبة على استقامة واحدة، وترجع ورا خالص هتلاقي في أماكن فاضية وصلي فيها ركعتين خلف مقام إبراهيم، تبقى أخذت بالسنة ورجعت بعيد عن الزحام. مقام إبراهيم. تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلي ركعتين خفيفتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ولا تزاحم الطائفين. ويستحب أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. ثم اذهب إلى بئر زمزم واشرب منها وضع من مائها على رأسك وقل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. السعي. توجه إلى الصفا، فإذا اقتربت من الصفا اقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورة البقرة الآية 158. وقل أبدأ بما بدأ الله به ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة واحمد الله وكبره 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر وارفع يدك على هيئة الداعي وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر ذلك 3 مرات وادعو فيما بينها بما تيسر لك. بمعنى هتقول كل مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبعد كده تبتدي وانت رافع يدك ومتجه إلى القبلة تدعو بما شئت وكيفما شئت. وبعد كده ترجع تقول تاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبعد كده تبتدي برضه تدعي وانت رافع يدك ومستقبل الكعبة وتدعي بما شئت وكيفما شئت. وبعد كده تقول المرة الثالثة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبعد كده تدعو بما شئت وكيفما شئت وانت مستقبل الكعبة. كرر ذلك 3 مرات وادعو فيما بينها بما تيسر لك. وعندما تنتهي من الدعاء في المرة الثالثة انزل واتجه إلى المروة واجتهد في الذكر والدعاء والثناء على الله عز وجل. فإذا وصلت العلم الأخضر أو أول الضوء الأخضر في السقف وهو ضوء نيون في السقف فأسرع المشي واركض ركضا شديدا قدر ما تستطيع من غير أذية للناس حتى تصل إلى نهاية الضوء الأخضر أو العلم الأخضر الثاني. الإسراع للرجال فقط دون النساء، ثم امشي مشي عادي حتى تصل إلى المروة. هذا الفيديو يوضح لك الضوء الأخضر في السقف أو العلم الأخضر. هذا أول الضوء الأخضر اللي هتسرع فيه المشي وتركض ركضا شديدا إلى أن تصل إلى نهاية الضوء الأخضر. بعد كده تمشي مشي عادي اللي احنا بنشاور عليه دلوقتي اهو لحد نهاية الضوء الأخضر. في نهاية الضوء الأخضر كده بعد كده تمشي مشي عادي. نهاية الضوء الأخضر اللي احنا بنشاور عليه بالسهم دلوقتي ده. بعد كده تمشي مشي عادي. فاسرع المشي واركض ركضا شديدا قدر ما تستطيع من غير أذية للناس حتى تصل إلى نهاية الضوء الأخضر أو علم الأخضر الثاني زي ما بيقولوا. الإسراع للرجال فقط دون النساء، ثم امشي مشي عادي حتى تصل إلى المروة. فإذا وصلت للمروة اصعد عليه واستقبل الكعبة وافعل عليه مثل ما فعلت على الصفا من الذكر والدعاء. يعني من أول ما هتطلع على المروة هتستقبل الكعبة وتحمد الله تقول الحمد لله، ثم تكبر 3 مرات وأنت على المروة الله أكبر الله أكبر الله أكبر رافعا يدك على هيئة الدعاء وأنت مستقبل الكعبة. وبعد كده قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبعد كده تدعي بما تيسر لك وبما شئت. هتكرر ده زي ما احنا قلنا قبل كده على الصفا، هتكرره 3 مرات، وبذلك تكون قد أتممت شوط من الأشواط ال7. ثم انزل عائدا إلى الصفا ماشيا في وضع المشي مسرعا في وضع الإسراع وهكذا حتى تتم 7 أشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة. ده رسم توضيحي يوضح الصفا والمروة ويوضح عدد الأشواط ويسعي بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تتجه إلى الصفا وتطلع على جبل الصفا وتقول زي ما احنا قلنا قبل كده. بعد كده بتنزل من على الصفا الشوط الأولاني تبتدي تمشي في وضع المشي. بعد كده أول ما توصل للضوء الأخضر زي ما قلنا اللي موجود في السقف ده اللي موجود في الوقت الحالي أو العلم الأخضر زي ما هم كاتبين هنا كده اهوت أو العلم الأخضر بالنسبة للرجال فقط دون النساء تركض ركضا شديدا لحد نهاية العلم الأخضر الثاني أو لحد نهاية الضوء الأخضر. من أول ما ينتهي الضوء الأخضر قرب المروة بعد كده تمشي مشي عادي وتطلع على المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا. ويبقى كده ده شوط من الأشواط ال7. يبقى من الصفا إلى المروة يبقى ده كده شوط واحد. خدوا بالكم عشان في ناس بتفتكر من الصفا للمروة وبعد كده ترجع من المروة للصفا ده شوط. لا، من الصفا شوف بقول ايه، من الصفا إلى المروة ده شوط واحد، شوط رقم واحد. بعد ما بتخلص الدعاء على المروة وتنزل من على المروة وتمشي في وضع المشي وتسرع في وضع الإسراع وبعد كده تمشي في وضع المشي وتطلع على الصفا يبقى ده الشوط الثاني، الشوط رقم 2. يبقى وصلنا كده على الصفا الشوط رقم 2. بعد ما تخلص الدعاء تنزل من على الصفا وتمشي وتسرع في وضع الإسراع وتمشي في وضع المشي
وتوصل إلى المروة، ده يبقى الشوط الثالث. خد بالك من الموضوع ده. بعد كده تنزل مع المروة، يبقى وتمشي برضه، يبقى إسراع في وضع الإسراع ومشي في وضع المشي، ده يبقى الشوط الرابع، وتوصل إلى الصفا. بعد كده الخامس، من الصفا إلى المروة. بعد كده السادس، من المروة إلى الصفا. بعد كده دعاء. بعد كده تنزل من على الصفا، ده الشوط السابع الأخير. تنزل من الصفا، توصل إلى المروة، تطلع على المروة، تقول طبعا تستقبل القبلة وتقول الدعاء وتكبر الله، تحمد الله وتكبره وتستقبل القبلة وتقول الدعاء. بعد كده يبقى أنت كده خلاص. بعد كده يبقى أنت كده في نهاية السبع أشواط. بعد كده تطلع من المروة على الحلقة أو التقصير، ما تروحش بقى تاني على الصفا. يبقى زي ما احنا اتفقنا، من الصفا للمروة ادي شوط، ومن المروة للصفا ادي شوط تاني، ومن الصفا للمروة ادي شوط تالت، ومن المروة للصفا ادي شوط رابع، ومن الصفا للمروة ادي شوط خامس، ومن المروة للصفا ادي شوط سادس، ومن الصفا للمروة ادي شوط سابع. بعد كده تطلع على الحلقة او التقصير. وشكرا. الحلق او التقصير: بعد إتمام السعي، إذا كنت متمتعا احلق شعر رأسك أو قصره حتى تتحلل من إحرامك. أما النساء فيقصرن من كل ضفيرة قدر أنملة، وهم عارفين طبعا بيعملوا إيه، قدر أنملة، قدر بعد السواكة أو قدر أنملة. وبذلك تكون قد تمت عمرتك، وأحل لك كل ما حرم عليك من محظورات الإحرام. عليك البقاء بمكة حتى تحرم للحج من مكانك في يوم التروية 8 من ذو الحجة. الثامن من ذي الحجة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج 8 من ذي الحجة: يوم التروية، وهو يوم 8 من ذي الحجة، فاحرم بالحج من مكان الذي أنت فيه، وقل لبيك حجا، لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا تقول لبيك حجا مرة واحدة، وبعد ذلك تداوم على التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا كان الحاج خائفا من مانع يمنعه من إتمام الحج، شرع له أن يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن لم يخف من مانع يمنعه من إتمام نسكه، لم يشرع له الاشتراط. وأكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم أخرج إلى منى قبل الزوال، يعني قبل الظهر. الخروج إلى منى: أخرج إلى منى قبل الزوال، قبل الظهر، ثم صل فيها الظهر ركعتان، العصر ركعتان، المغرب 3 ركعات، العشاء ركعتان، الفجر ركعتان، في أوقاتها قصرا دون جمع. وأكثر من التلبية وذكر الله سبحانه وتعالى والسنة المبيت بمنى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الوقوف بعرفة. عند طلوع شمس 9 من ذي الحجة فسر من منى إلى عرفات ملبيا ومكبرا، وتأكد من دخولك حدود عرفات، وابقى فيها حتى تغرب الشمس، واجتهد في الذكر والتلبية والتكبير والدعاء والاستغفار، واسمع الخطبة من مسجد نمرة، وصل فيها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بآذان واحد وإقامتان، واجتهد في الذكر والتلبية والتكبير والدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل مستقبلا القبلة، رافعا يدك إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يمتد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد يوم 10 من ذي الحجة، فمن وقف بعرفة ساعة من الليل أو من النهار فقد تم حجه. فإذا تأكد الحاج من غروب الشمس فسر إلى مزدلفة. هذه خريطة تبين مناسك الحج منذ الخروج من مكة إلى عرفات ثم الرجوع إلى مكة مرة أخرى. 8 من ذي الحجة يحرم الحج من المكان الذي هو فيه من مكة وينوي بالحج لبيك حجا، ثم يتجه إلى منى في يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة ويبيت بمنى، ثم في صباح يوم 9 من ذي الحجة بعد صلاة الفجر يتجه الحاج إلى عرفات ويتأكد من دخول وأنه داخل حدود عرفة، ويصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمع تقصير، ويسمع الخطبة من مسجد نمرة أو يسمع الخطبة في عرفات. وبعد غروب الشمس في عرفات ويتأكد الحاج من غروب الشمس في عرفات يتجه إلى مزدلفة. وبعد الوصول إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتان ويبيت في مزدلفة. وبعد طلوع الفجر يتجه إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة صباح يوم 10 من ذي الحجة، يتجه إلى منى يرمي الجمرة الكبرى صباح يوم 10 من ذي الحجة ب7 حصيات متعاقبات. وبعد كده يتجه من منى في يوم 10 من ذي الحجة إلى مكة يعمل طواف الإفاضة والسعي للحاج المتمتع، ثم يرجع إلى منى مرة أخرى يقضي أيام التشريق الثلاث يوم 11 و12 و13، ويرمي في كل يوم 3 جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. هذه خريطة تبين مناسك الحج: مكة، منى، عرفات، مزدلفة، الجمرة الكبرى في منى، طواف الإفاضة والسعي في مكة، الإفاضة إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة المشعر الحرام. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة البقرة الآية
198 و199. فإذا تأكدت من غروب الشمس يوم عرفة فسر إلى مزدلفة، فسر بسكينة ووقار وأكثر من التلبية ولا تؤذي إخوانك من المسلمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعند وفور وصولك إلى مزدلفة صل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتان، وبت بها تلك الليلة حتى تصلي الفجر، وأكثر من الدعاء والتهليل والتكبير والذكر بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة، أو في أي مكان في مزدلفة مستقبلا القبلة رافعا يدك إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار إلى قرب طلوع الشمس. ثم اجمع حصيات الرمي 7 حصيات أكبر من حجم الحمصة قليلا من مزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يؤخذ من منى. رمي جمرة العقبة، وقبل أن تطلع الشمس لواء الشروق سر من مزدلفة إلى منى رافعا صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة فاقطع التلبية عندها وارمها بعد الشروق ب7 حصيات متعاقبات، رافعا يدك عند كل حصاة مكبرا الله أكبر، متأكدا من سقوط كل جمرة في المرمى، وإذا لم تقع في المرمى فأعدها. وقت رمي جمرة العقبة، فوقت رميها مع طلوع الشمس بعد الشروق لمن بقي في مزدلفة إلى ما بعد صلاة الفجر. ومن جاز له أن يتعجل من مزدلفة بعد منتصف الليل فيجوز له الرمي من حين وصوله إلى منى. التحلل الأول: بعد رمي جمرة العقبة اذبح الهدي إذا كان عليك هدي للمتمتع والقارن وجوبا، وكل منه واطعم الفقراء، ثم احلق شعر رأسك أو قصره، والحلق أولى للرجال. أما النساء فيقصرن من كل ظفيرة قدر أنملة، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول، وأبيح لك كل محظورات الإحرام إلا النساء. في يوم 10 من ذي الحجة رمي جمرة العقبة، اذبح الهدي، احلق شعر رأسك، طواف الإفاضة، ثم تنظف واغتسل وتطيب والبس لبسك العادية اللي هي المخيطة، وانزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة. الطواف 7 أشواط كما ذكرنا من قبل في طواف القدوم، دون رمل أو اضباع، مشي عادي. وصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر كما ذكرنا من قبل. السعي: واسعى سعي الحج إن كنت متمتع. السعي بين الصفا والمروة كما ذكرنا من قبل، وبهذا تكون تحللت التحلل الأكبر، وأبيح لك كل محظورات الإحرام حتى النساء. ولك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى حين تنزل إلى مكة، بمعنى أن تؤخر طواف الإفاضة بعد أيام التشريق الثلاثة وترمي الجمرات حتى تنزل إلى مكة. المبيت بمنى: بعد طواف الإفاضة والسعي عد إلى منى
وبت بها ليالي التشريق الثلاثة، وهي ليلة 11 و12 و13، أو بت بها ليلة 11 و12 إن أردت التعجل. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا إنكم إليه تحشرون. سورة البقرة الآية 203. وإن تأخرت وغربت عليك شمس يوم 12 فيلزمك أن تبيت ليلة 13 أيضا، والمبيت في هذه الليالي بمنى واجب من واجبات الحج، ولا يجوز تركه أو التهاون فيه دون عذر. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. سورة البقرة الآية 196. رمي الجمار. عليك في كل يوم من أيام المبيت بمنى أن ترمي الجمار الثلاثة بعد الزوال بعد الظهر، ولا يجوز الرمي قبل الزوال. وتبدأ بالجمرة الصغرى وهي أبعدهن من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وارمي كل واحدة ب7 حصيات متعاقبات، مكبرا مع كل حصاة الله أكبر. ويسن لك أن تقف للدعاء بعد الانتهاء من الجمرة الأولى اللي هي الصغرى، والثانية الوسطى، مستقبلا القبلة رافعا يدك وتدعو بما شئت. ولا تقف بعد الثالثة جمرة العقبة الكبرى، متأكدا من سقوط كل جمرة في المرمى، وإذا لم تقع في المرمى فأعدها. وده رسم تخطيطي يبين الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى، الوسطى، الجمرة الكبرى. ارمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، كل جمرة ب7 حصيات، وتكبر مع كل حصاة الله أكبر. طواف الوداع. إذا رجعت إلى مكة وأردت السفر إلى بلدك فلا تخرج منها حتى تطوف بالبيت 7 أشواط من دون سعي، ويكون آخر عهدك بالبيت، ولا تفعل بعد طواف الوداع أي شيء من بيع أو شراء أو نوم إلى آخره إلا الخروج من مكة. بمعنى إنك لو حبيت تشتري أي حاجة أو تنام أو تعمل أي حاجة، اعمل كل اللي نفسك فيه، اشتري، بيع، اعمل كل حاجة. بعد ما تخلص وتجهز الراحلة وتجهز كده وتعرف ميعاد سفرك، روح طوف طواف الوداع، وبعد كده تركب الراحلة وتخرج برا مكة. وبعد الخروج من حدود مكة افعل ما تشاء. فالحاج عليه أن يودع البيت ب7 أشواط، يطوف بالبيت 7 أشواط من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، ثم صلى الفجر في اليوم 14، ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الصلاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وبذلك تكون أعمال الحج قد انتهت. تقبل الله منا ومنكم ومن كافة المسلمين سائر الأعمال الطيبة الصالحة، وهدانا وهداكم إلى ما يحب ويرضى. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. الحج ما تيسر من سورة البقرة، الآية 197 و198 و199 و200 و201 و202. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يتقبل عمرتنا وحجنا، ويجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم آمين يا رب العالمين، للمؤمنين والمسلمين والمسلمات أجمعين. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. أركان وواجبات الحج. أركان الحج: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف طواف الإفاضة، السعي. من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، بمعنى من ترك ركنا من الأربع أركان دي لم يتم له الحج. واجبات الحج: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى أيام التشريق الثلاث، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. من ترك واجبا عليه بدلا منه فدية: شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها. وأسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف هسيب لكم رابط ملف PDF ب4 ورقات مناسك الحج والعمرة كاملة. وأسفل هذا الفيديو برضه في صندوق الوصف هسيب لكم رابط موقع مناسك الحج والعمرة لمن يحب أن يقرأها من الموقع مباشرة. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال الطيبة. جزاكم الله خيرا وجزانا وجزا المسلمين أجمعين خيرا، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.